الزمالك والاسماعيلي رد كافي جدا للي بيقولوه جمهور النادي الاهلي على نادي الزمالك ان هو دار مسنين وان في شويه عواجيز وكلام الغريب اللي احنا بنسمعه من فريق النادي الاهلي، وكأن الكرة بتعتمد بس على الشباب وعلى اللياقه وعلى الجري وخلاص، ومش مهم الخبرات، مش مهم ان انت يبقى عندك لعيب دولي زي عبد الله السعيد او زي شيكابالا. المهم بس ان انت تجيب لعيبه عندها 20 سنه. طب مين اللي هيشيل الفريق؟ بدليل ماتش الزمالك والاسماعيلي امبارح يا زملكاويه، شفنا انا وجهه نظر الشخصيه احسن لعيب في الزمالك كان شيكابالا، اكتر لعيب مؤثر في خط الوسط كان عبد الله السعيد. وطبعا هنتكلم على ماتش الزمالك والاسماعيلي بالتفصيل، ولكن عايزين نوجه رساله للاهلاويه، يعني بلاش تتدخل في اللي مالكش فيه، وحاول قدر الامكان تخليك في حالك شويه. اخواتي الزملكاويه ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتشاركوا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من الزملكاويين. عبد الله السعيد امبارح بسم الله ما شاء الله، بصراحه لازم اللاعب ده ياخد حقه يا جماعه. اللاعب ده اتظلم جدا لانه كان بيلعب في بيراميدز، ولو كان لسه بيلعب في الاهلي كانوا عملوه اسطوره الاساطير زي ما شفناهم كانوا بيعملوا ايه مع رمضان صبحي قبل ما يروح بيراميدز ابن النادي، وعاملين له اغاني وعاملين له مهرجانات واحسن لاعب في مصر ومش عارف ايه. واول لما راح بيراميدز خلاص الاعلام نسي رمضان صبحي ونسي عبد الله السعيد ونسي احمد فتحي الجوكر ونسي شريف اكرامي وكل لاعيبه الاهلي. اللاعب اللي بيخرج من الاهلي الاعلام بيتجنبه خالص، ولو لعيب نص لب او ربع لب حتى في الاهلي ومالوش فيها يكفي بس ان هو يكون في النادي الاهلي عشان الاعلام يتكلم عليه. عبد الله السعيد امبارح بسم الله ما شاء الله 38 سنه و39 سنه وبيلعب اداء واحد في العشرينات. الباصات بسم الله ما شاء الله ما فيش باصه غلط. شفنا الكرات المؤثره، شفنا الاسيستات اللي عملها عبد الله السعيد. صفقه ناجحه بكل المقاييس، مش من اول مباراه، من اول لما الزمالك اتعاقد مع عبد الله السعيد وانا قلت لكم يا جماعه عبد الله السعيد اختيار صح جدا لنادي الزمالك، وهيبقى لعيب مؤثر جدا جدا جدا. وحتى فرق مع زيزو ان هو ادى مساحه لزيزو، اما يبقى معاك شيكابالا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويبقى معاك زيزو، غير اما تعتمد على زيزو بس وفتوح وثلاث اربع لعيبه في الفريق. لازم تفهم وتعرف ان وانت بتتكلم على عبد الله السعيد بتتكلم على لعيب كبير جدا، لعيب دخل نادي المئة، لعيب ليه تاريخ كبير جدا مع الاسماعيلي ومع النادي الاهلي ومع بيراميدز، وان شاء الله هيعمل تاريخه مع نادي الزمالك. واللاعيبه دي يا جماعه لما تتكلموا عنها هتتكلموا عنها بكل ادب واحترام، مش زي اللاعيبه الكسر اللي انتوا عمالين تطبلوا لهم واللي ما عملوش حاجه لحد دلوقتي، امثال مش عايزين نقول اسماء. شيكابالا بعتبره افضل لاعب في المباراه بادائه بروحه رغم 38 سنه، وتحس ان هو في العشرينات بيجري طول المباراه بيحاول ان هو يحرز هدف لنادي الزمالك. زيزو طبعا لعيب بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له، ربنا يثبته على مستواه اللي بسم الله ما شاء الله مستوى ثابت ومستوى متميز، سواء مع منتخب مصر سواء مع نادي الزمالك. زيزو اكتر لعيب مستواه ثابت في مصر كلها. وشفنا امبارح زيزو كان بيقاتل عشان نادي الزمالك يكسب، ولكن ما كانش فيه حظ لنادي الزمالك. ناصر ماهر لما نزل في الاخر تلت ساعه او اخر المباراه عمل اداء عالي جدا، وعمل اول لما نزل عمل اسيست للجزيري، بيقول ان الزمالك جايب لعيبه كبيره جدا وصفقه ناجحه بكل المقاييس. صفقه ناصر ماهر حتى لو هينزل في اخر المباراه بديل لعبد الله السعيد او شيكابالا او يلعب جنب زيزو. علامه الاستفهام اللي بالنسبه لي اوباما، انت بتلاعب اوباما ليه مهاجم؟ ما تلاعب اوباما في مركزه، عندك الجزيري وعندك لعيبه كتير. لاعب يا اخي ابراهيم نضاي لعبه مهاجم، لاعب سامسون، لاعب اللعيب الاوغندي موتيابا ده. على العموم الاداء امبارح كزملكاوي طبعا عارفين الزملكاويه بيفهموا في الكوره، فبنقيمش الماتش بالنتيجه بس، بنقيم الماتش بالنتيجه وبالاداء. الزمالك عمل امبارح اداء يحترم واداء 10 على 10، ودي نقطة بنتمنى ان شاء الله ان المباراة دي نبني عليها للماتشات الجاية، ونادي الزمالك يقدر يبقى منافس شرس في الكونفدرالية وفي الدوري المصري. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات، ما تنسوش تدعمونا باللايك للفيديو واشتراك في القناة.